واحد قابلته هنا في امريكا حكى لي قصه عجيبه جدا حصلت له من حوالي 25 سنه، من اول لما جه امريكا. كان تقريبا كل يوم بينزل هو ومراته ينزلوا الشغل عادي جدا ويسيبوا ولادهم في البيت. كان عنده طفل عنده 9 سنين وبنت عندها 6 سنين. المهم وهم في فتره الصيف والعيال كانت طبعا قاعده من المدارس، نزل شغله عادي جدا هو ومراته زي ما بيعمل كل يوم، ورجع تقريبا على الساعه 5 بالليل. بيفتح الباب وبيخش وبيدور على العيال، ما لقاهمش. يخش الاوضه دي، يخش هنا يخش هنا، العيال مش موجوده. نزل تحت في البلاي جراوند بيدور عليهم، مش لاقيهم. العيال اختفت. احنا لا لينا قرايب مثلا ممكن يروحوا لهم، ولا لينا علاقه بالجيران بتوعنا ولا اي حاجه. فالعيال اختفوا، راحوا فين؟ المهم وهو عمال يدور كده، كانت جارته اللي ساكنه معاه في نفس الدور كانت لسه نازله على السلم ولقيته، وقالت له على فكره انا شفت 2 ظباط كانوا بيخبطوا على البيت عندك. قال لها انا لسه جاي من الشغل دلوقتي ومش لاقي العيال. فقالت له لا انا مش عارفه ايه اللي حصل، بس انا شفت البوليس كان واقف. قال لها طب ايه حصل، حريقه ولا حاجه في البيت؟ قالت له لا انا ما شفتش اي حاجه، بس الظباط كانوا عمالين يخبطوا على الباب وبعد كده ابنك فتح لهم. فعلى طول راح متصل بالبوليس وادالهم بيانات الشقه بتاعته. فالبوليس قال له فعلا كان في 2 ظباط راحوا هناك عشان كان في بلاغ متقدم من حد من جيرانك قال ان انت سايب ولادك لوحدهم من غير حد كبير معاهم. قال لهم يعني ايه؟ انا كل يوم بسيب ولادي كده. قالوا له لا ما هو ده غلط. فقالوا له هو انت ولادك سنهم قد ايه؟ قال لهم انا عندي ابن عنده 9 سنين وبنت عندها 6 سنين. قالوا له ما انت اللي غلطان، لان لو ولادك اقل من 11 سنه ما ينفعش تسيبهم لوحدهم، ده ضد القانون. قال لهم قانون ايه؟ تيجوا تاخدوا ولادي كده وانا مش دريان؟ قالوا له عامه في رقم هنديهولك دلوقتي، كلمهم وشوف الموضوع ده هيمشي ازاي. المهم الراجل حاول ان هو يكلم الاداره دي وحاول ان هو يفهم ولاده راحوا فين. قالوا له احنا لسه بنعمل بحث ونشوف وهنشوف هينفع نرجع لك ولادك دولت ولا لا. طبعا قعدوا يتنططوا هو ومراته، يعني ايه دول عيالنا ازاي يعني هنسيبهم؟ لكن للاسف هو ده القانون. المهم بعد 24 ساعه وصل المحامي وعملوا اتصالات وكل الكلام ده، قدروا ان هم يرجعوا الولاد وتعهدوا ان هم هياخدوا بالهم منهم ومش هينفع ان هم يسيبوهم تاني لوحدهم. فانت لو عايش في امريكا وعندك ولاد ما تفتكرش ابدا ان هم لو قاعدين جوه ما بيعملوش حاجه مؤدبين وما بيعملوش ازعاج ان ممكن الموضوع يعدي. اكيد لا، لان لو اي حد من جيرانك حس ان في ولاد صغيرين عايشين لوحدهم او قاعدين لوحدهم ومفيش حد بيراعيهم، يخافوا طبعا ان العيال دي ممكن تاذي نفسها او الكبير ما ياخدش باله من الصغيره او حاجه تحصل. فلازم ناخد بالنا ونفهم بالظبط القانون بتاع الدوله الجديده اللي احنا عايشين فيها ده عامل ازاي. لو تعرف حد عنده اولاد صغيرين في امريكا في السن ده، يا ريت تبعت له الفيديو، يمكن تحميهم من مشكله كبيره زي ما حصلت للراجل ده.